اهلا وسهلا بكم معايا في مطبخي، مطبخ منى سامي في منتديات ورد للفنون. النهارده باذن الله هنعمل الشجر بيب اللي هو لاسيه السكر. ده هنزين بيه الكيك او الكب كيك، وهنعمل بيه اشكال جميله جدا، وهيعتبر ان هو اول درس في الكورس بتاعنا بتاع تزيين الكيك. تعالوا معايا في مطبخي، مطبخ منى سامي في منتديات ورد للفنون. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ مع بعض نعمل الشوجر بيل. والشوجر بيل ده اللي هو تنطيل السكر او لاسيه السكر. يعني هو بيتعمل بخامات بسيطة جدا. عجبني جدا من ساعة ما شفته متزين بيه تورته. صممت ان انا اعرف بيتعمل ازاي وايه مكوناته علشان اضيفها للكورس بتاعي في ورد للفنون. فتعالوا معايا دلوقتي هنشوف بيتكون من ايه. عندي معلقتين نشا، عندي معلقه سكر بودره، ومعلقه سي ام سي. انا هنا استبدلت التايلوز لان انا مش موجود عندي، فاستبدلته بالسي ام سي. ومعايا ربع معلقه مارينج اللي هو بياض البيض، ونص معلقه جلوكوز، وكوبايه ميه سخنه او بتغلي وبردتها. اوكي، كل ده احنا هنضرب الاول الميه مع السي ام سي. والسي ام سي ده انا عايزه اعرفكم عليه. هو ماده غذائيه عاديه جدا، زيها زي نباتيه، زيها زي النشا. بتستخدم في مصانع العصير عشان تتقل العصير شويه، وبتستخدم كمان في مصانع الادويه علشان تتعمل بيها القشره بتاعه الكبسوله. يعني هي صحيه ما فيهاش اي ضرر. اوكي، وبنستخدمها في الفondان علشان نخليه سميك شويه، او يدي نشف الفيجر لما نيجي نعمله، او الورود لما نيجي نعملها، وتبقى ناشفه مش لينه علشان تقدر تاخد الشكل اللي احنا نديهولها. اوكي، فخليكم معايا واحده واحده. الاول هنضرب الميه بالتايلوز. اوكي، هضربها وارجع لكم تاني. هنا انا ضربت التايلوز مع الميه لغايه لما اداني خليط جيلاتيني بالشكل ده، زي الجيلاتين بالظبط، تقيل. اوكي، ده شكله. دلوقتي هحط بقيه المكونات عليه. هبدا بالسكر البودره. هحط معلقه السكر البودره وهضرب تاني. كده انا بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعنا لكم تاني. ضربت انا دلوقتي المكونات كلها مع بعض. اول ما بدات حطيت في الخلاط كوبايه ميه دافيه او دافيه ومبردها، ومعاها معلقه سي ام سي اتضربت لغايه لما بقت شكل الجيلاتين. حطيت عليها معلقه سكر بودره وضربتها شويه، وبعدين حطيت معلقتين نشا، وربع معلقه مارينج او بياض بيض، بودره بياض بيض، ونص معلقه صغيره جلوكوز. اوكي، او الكورن سيرب. ضربتها كويس جدا. ده شكلها لما اتضربت، بس انا شاكه ان فيها حاجات مكلكعه، فلازم عشان اتاكد وتتفرد كويس جدا على السيليكون مات لازم اصفيها الاول. بس قبل ما اصفيها هعرفكم على الحاجه اللي احنا هنستخدمها. دلوقتي هنستخدم سيليكون مات، ودي اشكال منه. انا جمعت شويه اشكال. دي على شكل دانتيل، شريط دانتيل ممكن يتلف حوالين التورته. دي وردات صغيره وكبيره.
وده برضو شريط دانتيل، ده بيبقى جميل جدا لما يتعمل. ودي اوراق شجر، دي هنعملها النهارده. ودي اوراق شجر بس اللي هي خريف، اوراق او ورق العنب. اوكي. ودي دي انا اول ما ابتديت ان انا اشتغل في السيليكون او في اللاسيه، لقيت دي تقريبا حوالي 10 سنتي او 15 سنتي مش عارفه، دي بحوالي 50 جنيه جبتها. لكن دول طبعا انا جبتهم، ابني جابهم لي. اوكي. هنحتاج معانا حاجه زي كده نفرد بيها ونساوي السطح بيها. اوكي. هنحتاج خلة اسنان. طيب اوكي. طب تعالوا دلوقتي هنعمل هناخد مصفى تكون رفيعة جدا وطبق، وهنصفي الخليط اللي احنا عملناه. نصفي الخليط اللي احنا عملناه. عشان ما يكونش فيه اي حاجة مكلكعة واحنا بنفرده، لان احنا لازم نفرد كويس جدا. وبعدين هندخلها الفرن لمدة حوالي 5 دقايق ونطلعها تاني، بس فرن دافي مش سخن، الفرن يكون دافي. يعني هنفتح الفرن حوالي 10 دقايق ونطفيه وندخل ايدينا كده، مجرد ان احنا ايدينا تستحمل الحرارة اللي فيه. اوكي. بعد ما ندخله الفرن 10 دقايق او 5 دقايق نطلعها تاني وندي الطبقة التانية. الطبقة التانية دي بتعمل على ان الشريط ما يكونش رفيع يتكسر مني، لا بص تلاقيه سمكه حلو جدا ما يتكسرش. نشوف هنعمل الحاجات دي مع بعض خطوة خطوة. ده المسحوق اللي انا عملته، اللي احنا هنعمله هنا. ممكن يتحط عليه جل، الوان جل ابيض، بس انا بصراحه ما عنديش الالوان الجل، ما لقيتهاش. بس عندي دلوقتي اللي عندي الوان لون اخضر وويلتون، لان ويلتون طبعا احسن ماركه بتبيع الالوان الجل، الوان صحيه. هاخد خله اسنان هحط بيها، بس انا هاخد حبه في طبق. معلش الدوشه اللي انا عاملاها دي. هاخد معلقه ونص كده، لان انا عايزه اجرب بالفضي، عايزه اعمل بفضي. هناخد يدوب بالخله وابتدي احط على المسحوق ده، وهشوف دلوقتي هيديني لون ايه. انا بعمل بالامكانيات اللي عندي، ما بحاولش اقول ما عنديش امكانيات لا خلاص مش هعمل، لا هعمل وهجرب الاول، وممكن افشل اول مره بس هجرب برضه. خلاص لون كده كويس معايا. ابتدي اجيب السيليكون لازم اغطي اللون عشان ما يبص. اوكي اوكي اوكي. دلوقتي انا هختار ورق الشجر، ده اللي انا هعمله ورق الشجر. وبعدين انا جربته كله وهوريكم دلوقتي، هفرجكم عليه، بس الاول اعمل ورق الشجر. دي كده الكاميرا شويه.
بس كده. دي السيليكون. هاخد الخليط اللي انا عملته باللون الاخضر الجميل وهبدأ اوزعه عليها. وبالقطاعة دي انا هستخدمها ان انا افرد عليها، افرد الخليط ده عليها. احنا قلنا ان احنا هندخلها مرتين الفرن. اول مرة 5 دقايق يا دوب بس الطبقة الاولانية تنشف شوية، وابدأ احط عليها طبقة تانية. اوكي، احاول املى كل الفراغات اللي موجودة. عجبني قوي الليسيه ده. هو طعمه مش حلو يعني، هو طعمه مش يعني واو، مش ما يتنقاش من فوق التورته، لكن بيدي شكل حلو، بيدي شكل شياكه لو اتعملت في مناسبه زي خطوبه، زي عيد جواز، زي عيد الحب. هعمل لكم تورتيه باذن الله عشان عيد الحب ونشوفها زي تورته الزفاف. اوكي كده احنا ملينا كله. هبتدي اخد كل المتبقي ده اوكي كده. دي اول حاجه، اول شكل انا عملته بالطريقه دي. هحاول ادخلها الفرن شويه ال5 دقايق اللي قلنا عليهم، وبعدين هطلعها نشوف الاخبار ايه. طيب دلوقتي هنعمل مع بعض بالفضي زي ما قلت لكم. هنعمل الشريط ده بالفضي. طب هنعمله ازاي؟ انا عندي لون فضي بودر صحي، هاخد منه بالفرشه. الفرشه دي طبعا للحاجات اللي بتتاكل، وهدهن بيها. هعمل طبقه لان انا مش عايزه اخلطه في المسحوق اللي انا عملته ده، عشان ممكن يتقلوا وما يخلوش مظبوط، ما يطلعش كويس وممكن يكلكع فيه. فانا مش عايزه يكلكع. فانا هعمل كده، هدهن الشريط نفسه. الفضي ده بقى لو اتحط على فوندان اسود او احمر او موف هيبقى جميل جدا. هو عايز بس شوية حرص شوية لما نيجي نطلعه، ونسيبه ينشف بالطريقة الطبيعية احسن، ما نستعجلش عليه. كده انا دهنت دلوقتي بالفضي. مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، انا دهنت بالفضي. هاخدها اعملها كده، مش كله طبعا. خلاص هاخد بقى الابيض اللي انا عملته، الابيض هحطها، الابيض الشفاف. اوكي، وهاخد اقطعها، ابدا افرد بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اعمل طبقه كبيره، وبعدين ارجع عليها كذا مره. المهم ان انا املى كل الفراغات اللي موجوده جوه، لان برضو احنا هندخلها وهنطلعها نديها طبقه تانية.
اوكي، هحطها برضو في الفرن 5 دقايق ونرجع نشوف هنعمل ايه. الحين دلوقتي الشريط طلع من الفرن. عملته طبقتين على بعض. دلوقتي نيجي نبتدي مع بعض كده نشيله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم يتشال بالراحة جدا عشان مفيش حاجة فيه تتقطع. يا رب يكون واضح بالنسبة لكم. وعايز حرص شوية. طالع جميل جدا زي ما انتم شايفين، طري وسميك لان انا عملته طبقتين على بعض، فطالع سميك وجميل. والفضي طبعا لون الفضي باين. نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نسيت اقول ان انا حطيت جليسرين، نقطتين جليسرين على الخلطة عشان تديه طراوة، تخليه بيمط، لانه لو من غير الجليسرين ممكن يتكسر ما ينفعش. بس انا نسيت اقول حكاية الجليسرين. اوكي، زي ما انتم شايفين بيطلع بمنتهى السهولة، بس برضو ناخد بالنا عشان ممكن حاجة تتقطع منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تمت بحمد الله. بص اديك شايفين ورا ده الظهر طبعا مطفي، وده اللي احنا حطينا شريط الايه، حطينا البودرة الفضي عليه. الورق الشجر ده ورق الشجر اللي انا عملته بالشكل ده، وطبعا طري. وده الشكل التاني اهو. طبعا لازم نمسكه برفقة جدا بالراحة عشان ممكن تتكسر مننا. وانا شايلاه في ورق مناديل علشان ما يتكسرش او ينشف، ممكن ينشف. ده الشكل اللي هو ورق الشجر اللي احنا عملناه. اوكي، وده اللي هو بالفضي، شريط اللاسلكي بالفضي او الدانتيل. وكمان عملت منه لون موف كان جميل جدا، كنت بجربه طالع جميل زي ما انتم شايفين. اوكي، وده شكل كمان عملته موف برضو طري، بس تقطع مني هنا. انا ممكن اشيل الوحدات دي وازوق بيها الكب كيك او التورته زي ما احب. ايه رايكم؟ اتمنى يكون عجبكم، وانتظروني باذن الله في فيديو تاني. هنحاول نزين بيه الكب كيك ونزين بيه التورتات. ميرسي قوي، واسعدتوني في مطبخي، مطبخ منى سامي في منتديات وردة.